أهلا بكل متابعينا على اليوم السابع. النيابة العامة انتهت منذ قليل من التحقيق في بلاغ المقدم من الزوج ضد زوجته، والتي وصفها بعنتيلة المحلة. في البلاغ المقدم ضدها والذي اتهمها فيه بالزنا وممارسة الرذيلة مع عدد كبير من الرجال. معانا محامي الزوج الأستاذ كريم عبد الهادي. أهلا بك على اليوم السابع أستاذ كريم. اهلا بك يا استاذ مصطفى، اصحابك. مع استاذنك بس عاوزين نعرف تفاصيل الواقعة، وتفاصيل محضر الزوج الذي اتهم فيه زوجته، وتفاصيل تحقيقات النيابة النهاردة التي أجرتها والتي استمرت أكثر من 5 ساعات متصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بس الصوت بعد إذن حضرتك شوية. هي تفاصيل الواقعة دي بترجع ان موكلي اتعرف بالزوجة سنة 2017 عن قصة حب. تزوج، جهز مسكن الزوجية بشكل كويس جدا لائق بمستواها الاجتماعي وبمستواها المرموق. الزوج راجل اعمال ما شاء الله، ثري، يتمتع بالثراء، الا ان الزوجه كانت دائمه، حسب اقوال موكلي، انها كانت دائمه اختلاط المشاكل معاه، والاسباب بسبب او بدون سبب. بمجرد ما انتهت تم عمليه الولاده، انتقلت للاقامه الدائمه بمسكن والدها بالمحله الكبرى. فوجئ بعد كده ان هي رفعت عليه قضايا في محكمه الاسره بالطلب فيها بنفقه للصغير ونفقه للزوجيه، ومطالبه بقيمه المنقولات، وكمان دعوه تطليق. الا انه بمحض الصدفه، تحديدا يوم 19/1، اكتشف خياطة أسفل مرتبة السرير. لفت انتباهه إن الجسم اللي كان أسفل الخياطة كان جسم صلب، وهو حسب كلامه إن هو شك إن هو ممكن يكون عمل أو سحر. الفضول خلاه إن هو فك الخياطة واكتشف إن هي فلاشة. لما فرغها على الكمبيوتر اتصدم من الهول اللي شافه، لأن هو للأسف فوجئ بزوجته السيدة الفاضلة المتعلمة ربة الصون والعفاف في أحضان رجال مختلفين في أوضاع جنسية صريحة، مصورة، فيديو وصور. استفاق من الصدمة بعد 3 أيام. بعد ال3 أيام استقبلت منه استغاثة على صفحتي على الفيسبوك، وطلب إنه يتعامل معايا في الموضوع ده بشكل سري منعا لإحراجه. والحقيقة إن شعور الزوج كان هو الدافع الأساسي ليا إن أنا أتولى الدفاع عنه والبحث عن حقوقه في الموضوع ده. بعد مناقشة دامت ما بيني وبينه أكتر من 3 ساعات، من خلالها حاولت إن أنا أقلب الأدلة كلها وأوصل لحقيقة الموضوع. الحقيقة اللي استوقفني الدافع لدى الزوجة، زوجة متعلمة مثقفة من أسرة تعيش مستوى مادي مرموق ليس بالقليل. ما الدافع؟ إيه الدافع اللي يخلي الست دي تمارس العملية الجنسية خارج فراش الزوجية مع رجال مختلفين، وكمان تقوم بتصوير نفسها؟ بصراحة هو موقف صعب. كلمنا يا أستاذ كريم عن الإجراء اللي تم بالظبط خصوص الإجراء اللي الواقعة تم دي. حضرتك إن أنا فور علمي بالواقعة، وبعد اطلاعي على مستنداتها تم تحرير محضر بالواقعة بتاريخ 23/1، محضر بيحمل رقم 467 سنة 2021، إداري اسم تاني المحلة. النيابة العامة تولت التحقيق منذ قليل، وزي ما حضرتك أشرت إن هو كان تحقيق مطول. الزوج أثبت فيه كل أقواله تفصيليا، ووجه تهمة ممارسة الرذيلة والزنا لزوجته، وطلب عمل تحليل DNA لإثبات أو نفي نسب الطفل للأسف الضحية الوحيدة في الواقعة دي كلها. كواليس التحقيقات يا فندم بقى، طبعا كواليس التحقيقات دي مسائل فنية، يعني أنا يتعذر علي حاليا إن أنا أفصح عنها حرصا على مصلحة التحقيق أولا، ثانيا حرصا على مصلحة الموكلين. طب طبعا صدر قرار من النيابة العامة منذ قليل. صدر قرار يا فندم من النيابة العامة باستدعاء السيدة الزوجة للمصالحة أمام النيابة العامة جلسة تحقيق، وطلب تحريات المباحث على وجه السرعة.
تمام. طب هل مثلا يعني هيتم تقديم مستندات او ادله في الجلسات القادمه ان شاء الله؟ بالفعل يا فندم موكلي يتقدم بالمستندات اللي في حوزته كامله وقت تحرير محضر الشرطه، ولا يوجد اي مانع ان طرأت اي مستجدات او ظهرت لديه اي مستندات جديده ان احنا نتقدم بيه تحقيق متاح. تمام. شكرا لحضرتك يا استاذ كريم. ودي كانت يعني دي كانت يعني تفاصيل سريعه لما تم يعني منذ قليل في تحقيقات النيابه العامه في واقعه المحضر المحرر من احد المواطنين يتهم زوجته بممارسه الرذيله والاعمال المنافيه للاداب مع عدد من الرجال وتصوير فيديوهات جنسيه له.